اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده انا جايبه لكم فيديو مشتريات لحاجات للبيت. انا كان ناقصني شويه طلبات للبيت ونزلت جبتهم قبل رمضان. جبت اول حاجه 12 معلقه صغيره، طبعا دي لابد من ان احنا نحتاجها للشاي، لقهوه، العصاير بقى، الكوكتيل والحاجات دي، والكنافه بالمانجا والحاجات دي كلها بتكون محتاجه المعالق الصغيره دي. فانا جبت منهم دستة 12 معلقه صغيره، وجبت السكينه القمر ديت عشان نقطع بيها الخضار بتاعنا او الفاكهه او اي حاجه طبعا هنحتاجها للسلطه للحاجات دي، يكون يعني حاميه للحاجات دي سريعه. وجبت المجات دي للشوربه او لشوربة عدس، لشوربة لسان عصفور، للحاجات دي. انا جبت منهم التلاتة نفس المقاس، 3 مقاس واحد. وجبت كمان معاهم البولتين دول للسلطة، نعمل فيهم سلطة، نعجن فيهم كيلو دقيق، وفي منهم احجام كتير طبعا، بس انا فضلت المقاس دوت عشان انا عندي التانيين، يعني انا حبيت ان انا استخدم المقاس دوت للسلطة للحاجات دي. وجبت كمان الكوبايات القمر دول، جبت 6 كوبايات. الكوبايات دي بنستخدمها لشاي، لقهوة، هي كوبايات صغننة كده كيوت قوي للي عايز شاي قليل مش عايز كتير، كمية كتير. الكوبايات دي شكلها شيك قوي وجميلة ونقية جدا، حلوة قوي، عجبتني الخامة بتاعتها جميلة. وجبت كمان الاربع كوبايات دول زي ما انتوا شايفين كده، الاربع كوبايات دول للعصير. شكلهم حلو قوي والماتيريال بتاعهم نضيفة جدا. بصوا شايفين، انا دلوقتي كمان هفتحها، هما العلبة فيها 4 كوبايات بس. حبيت ان انا اجيبهم لان عجبوني قوي ونقيين جدا، كريستال حلو قوي. شايفين الجمال والحلاوة، هي شرحة نفسها، وكمان الرسمة اللي فيها رقيقة جدا وبسيطة قوي قوي ونضيفة كده، جميلة جدا. جبت منها الاربعة دول بس، يعني انا عندي اصلا، بس انا قلت ازود على اللي عندي عشان بقى العزايم في شهر رمضان يكون عندي حاجتي جاهزة. وجبت كمان 6 كوبايات للعصير. 6 كوبايات دول تحفة، رسمتهم جميلة قوي، الخامة بتاعتهم جميلة ورقيقة قوي وحلوة جدا. انا جبت منهم 6 كوبايات، هو الطقم 6 يعني، ينفع بقى الحاجة ساقعة، العصاير، عندي ضيوف في رمضان او غير رمضان يكونوا جاهزين عندي. وجبت كمان، بصوا لو عايزين اسعار او اي حاجة انتوا ممكن تقولولي وانا انزلها لكم في الكومنتات يعني. وجبت كمان شفشق للعصير. اكيد طبعا انتوا عارفين ان احنا مش هنستغنى عن الشفشق دوت للعصاير، للبلح، هنبل فيه بلح، نعمل فيه اي حاجة، الخروج بالعناب. الشفشق ده اكيد احنا هنحتاجه يعني. جبت الشفشق ده، رسمته عجبتني كده، عليه حروف بالانجليزي، شكله كيوت قوي، قمر كده، هو صغير كده، شكله حلو قوي، عجبني. بسيط ورقيق قوي في نفسه. وجبت كمان معاهم حاجة جميلة جدا، جبت طقم الكنك دوت، انا ما كانش عندي بس حبيت ان انا اجيبه. ده طقم كنك 3 كنكات، وطبعا العلاقة بتاعتهم هو خامته ستانلس من النضيف جدا. وحلوة قوي قوي لو في عروسة بتجهز نفسها وعايزة تجيب الكنك دوت، جميل جدا جدا بجد، مش هتندم. والايد بتاعتهم عازلة للحرارة. بصوا انا هفتحها معاكم، هو في عليها رسمة وردة او رسمة قلب على حسب. ده كان المقاس الكبير، المقاس الكبير ده ياخد حوالي 3 كوبايات من الشاي. شاي كوبايات طبعا وسط، يعني هو ياخد 3 كوبايات وسط، او على حسب يعني، ممكن كوبايتين كبار على حسب. ودوت المقاس الكيوت قوي، القمر الصغير،
شايفين الجمال؟ هي اصلا بجد شارحين نفسهم، الخامة بتاعتهم جميلة جدا. لو في حد حابب يجربهم مش هيندم. وده المقاس الوسط بتاعهم. في بقى رسمة وردة، رسمة قلب، كذا رسمة يعني، بس انا حبيت الرسمة دي. ودي الستاند اللي احنا بنعلق عليه، شكلهم قمر قوي. تحطيهم على الرخامة في المطبخ يبقى شكلهم جميل جدا. نعمل قهوة، نعمل شاي، نعمل اعشاب، الحاجات دي كلها اكيد طبعا هنستخدم الكنك دوت. شكلهم نضاف جدا وجمال قوي قوي وتقال وحلوين قوي يعني. ماتيريال الصراحة تحفة. انا فضلت ان انا اجيبهم مستلس علشان الايد بتاعتهم عجبتني، يعني عازلة للحرارة، يعني متتحرقش معايا ولا اي حاجة من دي. عجبوني قوي، تحفة. ما تنسوش حبايب قلبي، لو اول مرة تشوفي قناتي تعملي اشتراك ولايك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودي بقى طقم صواني تحفة. 3 صواني مع بعض، اصغر في اكبر في اكبر. انا عجبني الرسمة دي، الشكل ده عجبني قوي، جميل جدا. الماتريال بتاعتها تحفة تحفة بجد. شايفين الجمال؟ انا فضلت الصراحة الرسمة دي، شكلها حلو قوي وذوقها جميل. ده المقاس الكبير بتاعهم. هما بصراحة لا جمال قوي، عجبوني جدا جدا. ما فيهمش بصوا اي كلام ولا اي تعليق عليهم. يا رب الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. والحاجات دي كلها احنا نحتاجها في البيت. لو اول ان شاء الله تعملوا صلاة على النبي في الكومنتات.